لو هاجي كصيدلي معايا بس 500,000 جنيه، اسافر الاول واشتغل اي شغلانه واصرف منها على المعادله اللي هم الام سي كيو والاوسكي. بص خلينا نحسبها الاول. 500,000 جنيه اللي هم حوالي 16,000 دولار. فلو انت بتصرف في الشهر حوالي 1800 2000، مصاريفك اكلك شربك مواصلاتك والايجار وكده، فدول هيكفوك 6 ل 8 شهور. يعني انت في الاول كان انت مش صيدلي، انت بتتعامل ان انت واحد عادي بتدور على اي شغل كاجوال. فهتبقى ستريسد ان انت بتدور على شغل، ستريسد ان انت بتشتغل عدد ساعات كتير، مش عارف ان انت تذاكر عدد الساعات اللي انت محتاجها. انصحك ان هو لا، خليك زي ما انت في بلدك، خلص الام سي كيو، ابدا في مذاكره الاوسكي، تعالى هنا قبل امتحان الاوسكي بشهرين ثلاثه، بحيث ان انت تعمل فولنتيرنج في اي صيدليه من غير فلوس، بس ان انت تشوف الحياه العمليه عامله ازاي. تدخل ساعتها امتحان الاوسكي ان شاء الله تعديه على طول، بس فساعتها انت تاخد الرخصه تشتغل كصيدلي. حتى لو صرفت السيفنج بتاعك في الشهرين ثلاثه اللي قبل الاوسكي، انت مش هتبقى خايف. وانس ان انت خدت الرخصه، تشتغل شغلانه كويسه بمرتب كويس، وهتبقى مستقر حتى نفسيا. فخليك زي ما انت، جنبك السبورت سيستم بتاعك، جنبك عيلتك، جنبك صحابك. ده هيفرق معاك كتير في حته المذاكره. بس والتوفيق يا رب ان شاء الله، والنجاح.